بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل إن شاء الله مع بعض دلوقتي اختبار تراكم 2 من كراسة التقويم المستمر في كتاب المعاصر. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. جذر 6 ينتمي لمين؟ أنا عارف إن أي عدد تحت جذر وملوش جذر يبقى ينتمي لنون شرطة، إن هي مجموعة الأعداد الغير نسبية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الستة محطوطة تحت جذر، هل في عدد تضربه في نفسه مرتين يديلك 6؟ لا، مفيش. يبقى دي عدد غير نسبي. رقم 2 بيقول لي العدد غير النسبي المحصور بين 2 و3. اولا رقم ألف ده غير نسبي، تحت جذر وملوش جذر اهو. رقم باء غير نسبي، رقم د غير نسبي، انما رقم ج ده نسبي، يبقى مش هختاره. هو عايزني اختار عدد غير نسبي. طب اعرف ازاي العدد الغير نسبي المحصور بين الاتنين والتلاتة؟ من التلات اختيارات دول. احنا استبعدنا هنا اختيار. بمنتهى البساطة، طالما هنا مديلك جذر وهنا جذر وهنا جذر، دخل الاتنين تحت جذر والتلاتة تحت جذر. هنا كل ده جذور تربيعية، يبقى دخل الاتنين تحت جذر. مين جذر مين يديني 2؟ اكيد جذر الاربعة. او بطريقة تانية، قول الاتنين عشان ادخلها تحت الجذر التربيعي بضربها في نفسها مرتين، 2 في 2 ب4. طب التلاتة ضربها في نفسها مرتين تدي لك 9، يبقى جذر التسعة هو التلاتة. متهيألي كده انت هتعرف تقارن جذر الاربعة وجذر التسعة. جذر مين اللي بين جذر الاربعة وجذر التسعة؟ اكيد جذر السبعة. السبعة بين الاربعة والتسعة، لكن الجذر العشرة ده بعد التسعة. جذر التلاتة ده قبل الاربعة، انا عايز اللي محصور بينهم، يبقى جذر 7. رقم 3 أقرب عدد صحيح للعدد الجذر التكعيبي لسالب 28. هو عايز عدد صحيح، يا ترى سالب 4 ولا سالب 30 ولا سالب 3 ولا 3؟ أقول له هجيب لك أقرب حاجة ليها جذر تكعيبي للسالب 28. هتدور كده هتلاقي اللي على طول جنب السالب 28 هتلاقيها سالب 27. دي ليها جذر تكعيبي. الجذر التكعيبي ليها كام؟ هتلاقي سالب 3. السالب تحت الجذر التكعيبي بتنزل، ونقول مين العدد اللي تضربه في نفسه 3 مرات يديلك 27؟ هو التلاتة. يبقى أقرب عدد صحيح للكلام ده هو السالب 3. 4 بيقول لي إذا كانت س تساوي جذر 2 وص تساوي 2، فأي مما يلي لا يمثل عددا نسبيا. أنا عايز هنا أعوض عن كل اختيار هنا السين بجذر 2 والصاد ب2، واشوف الناتج مين فيهم اللي هيديني عدد غير نسبي. تعال نعوض كده في رقم ألف. بيقول لي هنا السين جذر 2 وهنا س تربيع، يبقى هخليها جذر 2 تربيع زائد صاد اللي هو مديها لي ب2. طلع كده الناتج جذر 2 تربيع، التربيع يطير لي الجذر يتبقى لي ال2. بنقول جذر 2 تربيع يعني جذر 2 مضروب في نفسه مرتين. اضرب الجذر في روحه وتطلع روحه، يعني هناخد اللي تحت الجذر من غير الجذر. زائد كام؟ زائد 2. يديني كام الكلام ده؟ 2 و2 يدينا 4. الأربعة دي نسبي، يبقى ما ينفعش رقم ألف. هو عايز نختار عدد لا يمثل عدد نسبيا. تعال نعوض في رقم باء. س زائد ص تربيع، السين مديهالي بجذر 2 زائد صاد تربيع، الصاد مديهالي ب2 وهو عايز صاد تربيع يبقى 2 تربيع، يبقى جذر 2 زائد 2 تربيع ب4. تقدر تجمع دول؟ لا، دي حدود مش متشابهة عشان اجمعها. دي فيها جذر 2 ودي ما فيهاش جذر 2. يبقى هو ده فعلا عدد غير نسبي، لان طلع لي فيه حاجة تحت الجذر وملهاش جذر، ان هي جذر 2. يبقى الإجابة الصحيحة رقم باء. أكمل السؤال التاني. بيقول لي هنا رقم 1 جذر 4 ناقص الجذر التكعيبي لسالب 8. طلع كده ناتج كل واحدة لوحدها. هتقول جذر الأربعة الجذر التربيع الأربعة 2، العدد اللي تضربه في نفسه مرتين يديلك 4 هو 2، ناقص زي ما هي بتاعة المسألة. وهات الجذر التكعيبي لسالب 8، السالب هينزل، والجذر التكعيبي لل8 بنقول مين العدد اللي تضربه في نفسه 3 مرات يديلك 8؟ هتلاقيه الاتنين. طب هنا في سالب ورا سالب، بنخليهم موجب، سالب في سالب بموجب.
2 زائد 2 يدينا 4، يبقى الإجابة 4. رقم 2 بيقول لي إذا كانت جذر 7 أكبر من س وأصغر من س زائد 1. يعني الجذر 7 محصور هنا في النص، هو أكبر من حاجة قبلها وأصغر من الحاجة اللي بعدها دي. وبيقول لي س تنتمي لصاد يعني عدد صحيح. عايز السين هنا اللي هي قبل الجذر 7. أنا هنا لما قرأتها قلت جذر 7 ولقيت العلامة مفتوحة الناحية الكبيرة، قلت أكبر من السين. يبقى معنى كده إن السين لقيت العلامة الصغيرة هنا، يبقى السين أصغر من الجذر 7. يبقى هدور على عدد قبل الجذر 7 بس يكون ليها جذر تربيعي، لأن ده جذر تربيعي. مين اللي قبل السبعة لها جذر تربيعي؟ 6 لا ملهاش. طب 5 برضو ملهاش. طب 4 ليها جذر تربيعي. طب الجذر التربيعي ل4 كام؟ 2، يبقى أكيد السين هنا ب2. هتقول لي طب هنا س زائد 1، ما هي السين ب2، 2 زائد 1 3. يبقى هنا اللي قبل دي العدد الصحيح 2 واللي بعدها 3 ان هو س زائد 1. رقم 3 بيقول لي مكعب حجمه 125 سنتيمتر. المفروض هنا في خطأ، المفروض الحجم بالسنتيمتر المكعب، هو كاتبها في الكتاب سنتيمتر مربع. تكون مساحة أحد أوجهه كام؟ لازم قبل ما أحل السؤال ده أبقى عارف قانون حجم المكعب اللي هو مديهولي. نرجع كده لسنة 6. حجم المكعب طول الحرف في نفسه. لو سمينا طول الحرف لام هنقول لام في لام في لام. أنا عارف أن في الضرب بجمع الأسس، هنزل لام وأقول هنا أس 1 وهنا أس 1 وهنا أس 1، اجمعهم يديلك 3. يبقى حجم المكعب ده لام تكعيب، ده القانون بتاعه. مديهولك بكام؟ مديهولك ب125. هو عايز مساحة أحد أوجهه، أقول له هجيب لك الأول لام بكام، إن هو طول الحرف الواحد بكام، وبعد كده شوف أنت عايز إيه. طب لما تبقى لام تكعيب ب125، إحنا كنا متفقين بنلغي التكعيب ونحذفه بالجذر التكعيبي، يبقى أقول له لام بس تساوي الجذر التكعيبي ل125. يبقى لام بس بتساوي 5. العدد اللي تضربه في نفسه 3 مرات يديلك 125 هو ال5. طب لام ب5، أنا كده جاهز أطلع اللي هو طالبه مني. عايز مساحة أحد أوجهه، هو وجه المكعب ده مش على شكل مربع، يبقى هو عايز مساحة وجه في المكعب، يعني مساحة مربع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يعني لام في لام. أنا لام طلعتها ب5، يبقى هقول له 5 في 5 يعني ب25 سنتيمتر مربع. خلي بالي من الوحدات دي، المساحة بالوحدة المربعة، إنما الحجم بالوحدة المكعبة. رقم 4 بيقول لي مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 25 على 16. سؤال تراكمي من سنة أولى، أقول له 0 وأنا مغمض. مجموع الجذرين التربيعيين لأي عدد بيساوي 0، لأن الجذرين التربيعيين للعدد ده يعني الجذر اللي بالموجب والجذر اللي بالسالب. فجذر العدد ده اللي بالموجب هتلاقيه كده 5 على 4. جذر 25 5 وجذر 16 4. طب الجذر اللي بالسالب هيبقى سالب 5 على 4. كده بقى عدد ومعكوسه الجمعي، أي عدد ومعكوس الجمعي يساوي 0. قبل ما نحل السؤال ده عايز كده على جنب كده نفهم فكرة بسيطة هتفهمنا السؤال ده وهيبقى سهل، لأن السؤال ده من الأسئلة المهمة اللي بتيجي دايما في الامتحانات. لو أنا سألتك كده قلت لك هل ال3 تنحصر بين ال2 وال4، هل السؤال ده هياخد منك وقت؟ لا طبعا. هتقول لي فعلا ال3 تنحصر بين ال2 وال4. ما انا وانا بعد كده بقول 2 3 4، يبقى قابلتني ال3 في النص. طيب اسألك سؤال كمان، هل مثلا ال4.2 تنحصر بين ال3 وال5، او ال3.2 وال5.1؟ برضو مش هياخد منك وقت في التفكير. هتقول لي فعلا دي 4 وشوية ودي 3 وشوية ودي 5 وشوية، أكيد ال4 وشوية دي تنحصر
بين التلاتة وشوية والخمسة وشوية. هي دي فكرة السؤال. انت ليه ما خدتش وقت في الإجابة على السؤالين دول؟ لأن دول من نفس النوع. دي 3 ودي 2 ودي 4. دي كده كلها أعداد صحيحة. هنا أعداد عشرية أو أعداد نسبية كلها، فعرفت أقارن. المطلوب منك في السؤال ده لما بقولك هل أو اثبت أن جذر 5 ينحصر بين العددين دول، تقول لي وهم بالشكل ده ما اقدرش أحدد هو بينحصر بينهم ولا لأ. طب إيه اللي مضايقك هنا في السؤال؟ تقول لي دي تحت جذر، إنما الاتنين دول مش تحت جذر. يبقى اللي هيريحك في السؤال أنك تخلص من الجذر ده عشان تحل السؤال ده زي ده أو ده، زي السؤالين اللي اديتهم لك من شوية. طب بنخلص من الجذر التربيعي بإيه؟ بالتربيع. وبنخلص من الجذر التكعيبي بالتكعيب. طب هنا عايز أخلص من الجذر التربيعي، يبقى أقول له بتربيع الأعداد كلها، لأن أنا ما أقدرش أعمل حاجة هنا وما أعملهاش في العددين التانيين. يبقى أنا زي ما هربع العدد ده عشان أخلص من الجذر وأعرف أقارن وأشوفه بينحصر ولا لأ، لازم أربع ده وده وده. يبقى هقول له كده جذر 5 هربعه، جذر 5 تربيع يساوي 2.2 برضه هربعه واكتب يساوي 2.3 برضه هربعه. الأولى دي مش محتاجة آلة. جذر 5 تربيع، التربيع يطير لي الجذر يتبقى لي 5. طب 2.2 تربيع دخلها على الآلة الحاسبة تدي لك 4.84. طب 2.3 تربيع دخلها برضو على الآلة تدي لك 5.29. دلوقتي متهيألي تعرف تحدد الخمسة تقع بين الأربعة وشوية والخمسة وشوية ولا لأ؟ أكيد هتقول لي تقع. طب تعالى رتبهم بالشكل ده. نقول له كده بما أن، ورتب كده من الصغير للكبير. أصغر حاجة 4.84، يعني 4 وشوية. دي أصغر من الخمسة، ودي أصغر من 5.29. طب هو كان عايزك تقول له الخمسة تنحصر بين الاتنين دول؟ لا، ده كان عايز الجذر 5. امال انا خليتها 5 ليه؟ عشان اعرف اقارن وارتب. فزي ما انت طيرت الجذر، ارجع حط الجذر تاني. قول له بأخذ الجذر التربيعي لكل الاطراف. الاولى دي هحطها تحت الجذر التربيعي، اصغر من 5 هحطها تحت الجذر التربيعي، اصغر من 5.29 برضو تحت الجذر التربيعي. اول واحدة جذر 4.84، لما احطها تحت الجذر ترجع لاصلها ان هي 2.2، اصغر من الجذر 5. انا عايزها جذر 5 زي ما هي في المسألة، اصغر من دي. لما اخد لها الجذر ترجع لاصلها ان هي كانت 2.3. كده انا ثبت له ان جذر 5 ينحصر بين 2.2 و2.3 زي ما كان عايز. اقول له اذن جذر 5 ينحصر بين 2.2 و2.3. نفس الفكرة على السؤال اللي فات، بس المرة دي مديني جذر تكعيبي. اقول له والله ما اقدرش احدد عشان دي تحت جذر ودول مش تحت جذر. يلا نخلص من الجذر زي المرة اللي فاتت، بس المرة دي عايز اخلص من الجذر التكعيبي. يبقى اقول له بتكعيب الاعداد كلها مش بتربيع. عايز اخلص من الجذر التكعيبي يبقى بالتكعيب. يبقى انا هكعب لك كده الجذر التكعيبي لل15، هحط لها تكعيبة ان هي اس 3 واشوف هتطلع بكام. و2.4 هخليها تكعيب واشوفها هتطلع بكام. و2.5 هخليها تكعيب اس 3 واشوفها هتطلع بكام. دي مش محتاجة آلة. التكعيب هيطير لي الجذر التكعيبي يتبقى لي 15. دي دخلها على الآلة 2.4 أس 3 يدي لك 13.824 لو ادالك كسر يبقى اضغط اس دي اديها لك 10 كده. 2.5 دخلها برضو على الآلة هيدي لك 15.625.
متهيألي دلوقتي بعد ما طيرنا الجذر تقدر ترتب من الصغير للكبير. قول له كده بما أن أصغر واحدة ال15 ولا 13 وشوية ولا 15 وشوية؟ أكيد ال13 وشوية. نقوله 13 و824 من 1000 أصغر من الصغيرة ال15 ولا 15 وشوية؟ لا ال15. أقول له أصغر من 15 و625 من 1000. أنا كده عرفت أرتب، وعرفت أن ال15 بتنحصر بين الاتنين دول، بس هو مش عايز 15، هو عايز الجذر التكعيبي ال15. يبقى نقول له كده بأخذ الجذر التكعيبي اللي احنا طيرناه هنرجع نرجعه تاني. أحط هنا دي تحت الجذر التكعيبي 13 و824 من 1000. أقول له أصغر من الجذر التكعيبي ال15 أصغر من الجذر التكعيبي ل15 و625 من 1000. دي لما أخد لها الجذر التكعيبي ترجع لأصلها اللي هي كانت 2.4 من 10 أصغر من دي. عايزها تحت الجذر التكعيبي زي ما هي عشان دي عايزة أثبتها. أقول له أصغر من الجذر التكعيبي ال15 أصغر من دي لما أخد لها الجذر التكعيبي ترجع لأصلها 2.5 من 10. كده ثبت اللي هو عايزه، ان هو عايز جذر التكعيبي ال15 ينحصر بين 2.4 من 10 و2.5 من 10 زي ما كان عايز. يبقى اقول له اذن الجذر التكعيبي ال15 ينحصر بين 2.4 من 10 و2.5 من 10. كده خلصنا الاختبار. لو حابب تتابع بقية الاختبارات وحل تدريبات كتاب المعاصر وشرح كل الدروس، اشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بأي فيديو هينزل. أتمنى لكم كل توفيق واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.